السلام عليكم الاحباب ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. معكم سينيور راضي. الناس اللي كيتبعوني كيعرفوا شكون سينيور راضي، ولكن الناس اللي ما كيعرفونيش، معكم محسن ابن مدينه طنجه، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه. وسينيور راضي هو الاسم الفني ديالي، رابر اللي كيمثل ذوي الاحتياجات الخاصه بحكم عندي اعاقه حركيه. والحمد لله هذا ابتلاء من عند الله، وما كيعجبنيش نقول كلمه الاعاقه، لان الاعاقه الحقيقيه هي اللي في الامر الواقع والمجتمع والنظره الناس، والاعاقه الحقيقيه هي اللي في العقل. المهم باش ندخل نيشان في الموضوع كما قريتو في العنوان، كيفاش تم الاستغلال ديالي وفضيحه ديال شوف تيفي. مؤخرا كنت جالس في الدار كنشوف التليفون ديالي، كنشوف واحد الخبر كاذب على الفنانه دنيا باطمه على اساس انها تعرضت للعنف وتعرضت للتشويه ديال وجهها، ما بقاتش كتبان. فاذا بي كندخل انا ستوري ديالها باش نتاكد من مصداقيه الخبر. كنقرا ستوري ديال دنيا باطمه كتقول على اساس ان هذا الشيء غير كذوب، وان هذا المنبر اعلامي اللي هو شوف تيفي الصراحه يعني ورقت كل شيء وبينت كل شيء وعطات كل شيء. الامر الواقع قدكم يعني نتوما غير كتستحمروا في الشعب، وحاشا معاذ الله انكم تكونوا صحافه، لان فعلا الصحافه الحقيقيه عندها وزن. اما الصحافه اللي كتكتب بالعناوين فقط من اجل جلب المشاهدات، فحاشا معاذ الله انكم تقولوا حنا الصحافه ديال الشعب، لان الشعب خصو اللي يهضر عليه ماشي اللي يستحمر به. وهادشي اللي كاين. وسمحوا لي لهذه النقطه، ولكن كاين واحد النقطه، ان الشعب ديالنا ملي كتعطيه واحد الميساج، واحد الفن البناء والهادف، وكتعطيه المصداقيه في الاخبار، يكون عدد قليل من المشاهدات. ولكن ملي كتكذب على الشعب وكتستحمر في الشعب كيكون عندك ملايين من المشاهده. والدليل في الطوندونس كتجبر غير التفاهه، جوج متفقين على بعضياتهم كيعايروا بعضياتهم يدخلوا الصرف والناس تابعه في الخاوي. المهم علاش جيت نهضر بعد ما شفت هذا المنبر اعلامي كيهضر على الفنانه دنيا باطمه، ودنيا باطمه خرجت كتقول ان شوف تيفي مجرد واحد المنبر كيخلق الفساد الاجتماعي بصفه عامه، وكيساهم في عدم توعيه الناس في مصداقيه الاخبار. فعلا انا كنقول لها تحيه ليك، لان بنت الشعب اللي كتهضر هيدا، وفنانه اللي كنفتخروا بها واللي شرفتنا داخل الوطن العربي وخارج الوطن العربي بصفتي كرابر طنجاوي، ورابر اللي كيمثل الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في المغرب. كيفاش تم الاستغلال ديالي من طرف شوف تيفي في 2019؟ غنرجع معكم للور. كانت واحد المسابقه ديال وزاره الثقافه اسمها ولاد الحومه، تنظمت في مدينه طنجه في الشمال. وكوني ابن مدينه طنجه رابور طنجاوي، مشيت باش نشارك حتى انا في المسابقه، وكنت محظوظين انني غادي نفوز بجائزه افضل رابور. وبعد ما فزت بجائزه افضل رابور، فكان واحد الحفل اختتامي لهذه المسابقه هذه، وكان بحضور ضيف الشرف محمد الفنان مسلم اللي كنعطيه تحيه خاصه. وكان لي شرف كبير انني نكون اول مره غادي نتلقى واحد الرابور اللي من الاحلام ديالي، كنت خصني نشوفه مباشره. فنان اللي قدوه بزاف لي زارتيست في الراب. المهم تلقيت مسلم كوني فزت بجائزه افضل رابور في ديك البرنامج هذاك، ومسلم كان في حفل اختتام وضيف الشرف. ملي قدمت الاغنيه ديال يعني العرض ديالي في ديك الحفل هذاك، كنتفاجأ بصعود مسلم للخشبه وكيعطيني شهاده تشجيع وكيقول لي راك كاين وتبارك الله عليك. في ديك اللحظه هذيك كانت احسن لحظه في التاريخ المشوار الفني ديالي، خصوصا بحضور اعز ما عندي الوالده ديالي، الله يخليها لي والله يخلي لكم الوالدين ديالكم. المهم واخا ديك اللحظه هذيك يعني بزاف الناس اللي كانوا كيدخلوا لي في ميساجات قالوا لي اول نقطه او اول لقاء ديالك مع الفنان مسلم كنتي كتجامل فيه، خصوصا ملي قلتي ان مسلم سمعته قبل توباك. غادي نوضح لكم هذه النقطه هذه قبل ما ننتقل لكم نشوف تيفي. قلت انا اول مره تلاقيت مسلم وقلت له بلي انا كنسمع مسلم قبل توباك، لان هذه شهاده الاعتراف. مسلم دار الراب في 1996 وانا بحد ذاتي خلقت في 1997. مسلم في الطوب ديال العطاء ديالو. كنت انا كنسمع الراب صغير، ونورمالمون قبل ما نسمع الراب ديال الميريكان غنسمع الراب وانا صغير، غنسمع شي كلمه ولا لهجات اللي كنفهمها. طبعا مسلم كيضرب الدارجه، وهذا السبب علاش كنقول انا سمعت مسلم قبل توباك. حنا عارفين مسلم شكون هو مدرسه قديمه، وعارفين ان توباك هي مدرسه اصليه في الراب. المهم كنتمنى هذه النقطه هذه يكونوا فهموها بزاف ديال الناس، عكس بعض لي زارتيست اللي في عمرهم 20 عام كيقول لك انا كنت كنتصنت كذا وكذا. شي روابا اللي شبعوا موت، وفي ديك السنه هذيك مستحيل انك تكون كتصنت لهم وانت كنت في عمرك واقيلا عامين. هادو
هذه نقطه نشيروها با اللي كيتكبروا على اساس يعطيو واحد شهاده الاعتراف. اما انا اعود لمقوله انا، يعني قلت كلمه الحق وشهاده الاعتراف، اللي انا كنشيد بالاعمال ديال مسلم، وعندي اعمال ديالو من احسن الاعمال الفنيه اللي دازت في الراب، الميساجات اللي قدم وكلمات اللي قدمها على ولاد الشعب بالخصوص. المهم غندخل نيشان في الموضوع ديال شوف تيفي. بعد الثاره هذه وبعد الفوز ديالي بجائزه افضل رابور، فكان لي شرف مسلم انه يطلع عندي المنصه يقول لي كمل وراك كاين. هذا بحد ذاته تشجيع بالنسبه لي وبحد ذاته انجاز. هذه الصوره هذه خصوصا بحضور الوالده ديالي اللي كانت في الكواليس كتبقى اجمل صوره في الارشيف في المشوار الفني ديالي. بعدها كانوا شي مشاكل وقعوا المسلم بعد الطلاق ديالو من الزوجه السابقه، وهي مشاكل شخصيه. انا ما عندي حتى شي يعني حتى شي دخل في المشاكل ديال المسلم الشخصيه، ولا اي شخص يعني كيحق يدخل شخص اخر في حياته الشخصيه. غير هي المنبر الاعلامي ديال هاد شوف تيفي هو اللي كان خرج بالزوجه الاولى ديال مسلم في اللقاء الصحفي، وكانوا كيكريتيكيو على صوره مسلم انها تطيح، لدرجه انهم كانوا كيمشيو للحي ديال مسلم فين كان كيسكن يهضروا مع ولاد الحومه ديالو علاش مسلم علاش كذا، غير باش نشوفوا شي واحد حماق غيهضر على مسلم. شوف هي المشاكل ديالك الخاوه ديالي. اما بين الراجل والمراه راه ما كيعرفوا حتى شي واحد، وحتى شي واحد ما كيحق له انه يدخل ما بين الراجل والمراه او ما بين حياه شخص اخر. يعني من الاخر شوف تيفي نهار اللي عيطت لي ما عيطتليش باش نهضروا حنا على مسلم، عيطت لي كوني فزت بجائزه افضل رابور، وقالت لي مراسل ديالو طنجاوي قال لي زعما غتهضر على الموهبه ديالك وشنو خصك في الميدان الفني. انا بما انني كتعرفوا ان شوف تيفي هو اكثر منصه عندها عدد متابعين، قلت غادي نمشي حبا انني نقدم الموهبه. مشيت على اساس انني غادي نقدم الموهبه ديالي، وداكشي اللي اتفقنا عليه، كوني انني كنبحث على الناس الميدان الفني اللي غادي يعاونوني، منهم مناجير مخرجين، ان اي فنان عنده واحد ليكيب موراه في الكواليس، غير هو كيبان ليماج، كيبان الفنان هو دائما اللي في الواجهه. المهم مشيت كنبحث على هاد النقط هادو، وبعد اللقاء الصحفي عيطت المسلم قلت له خي محمد راه انا دزت في شوف تيفي لانني شفت المشاكل اللي كانت واقعه، لان المنصه او المنبر الاعلامي اللي كان كيحارب مسلم في الفتره ديال مشاكل الزواج ديالو هو شوف تيفي. واصلا هذاك هو المنصه او هذاك هو المنبر الاعلامي ديال الشوهه وديال كيبحث على المشاكل وكيكذب على الناس. المهم شي حاجه بحال هكذا، والشعب راه عاق. حنا في 2023 بلا ما يجي واحد مراسل هز الميكرو ديال شوف تيفي ويقول لك حنا قناه ديال الشعب، لان الشعب خصو اللي يهضر عليه ماشي اللي يستحمر في الشعب. وسمحوا لي على هذه النقطه هذه. ملي داز اللقاء ديالي وعيطت مسلم قلت له شوف اخي محمد انا راه دوزت في المنصه ديال شوف تيفي كوني بغيت نبحث على العدد من الناس يعرفوني وكذا وكذا ونقدم الموهبه ديالي. قال لي الله يوفق، زعما ما قاليش شي كلمه ديال العيب، باقي عاقل. من بعد انا يعني كنهضر مع السيد باش نوضح له بلي انا راه دوزت في ديك المنصه هذيك قبل ما نشوف واحد المشكله اللي انا تصدمت فيها، لان بعد اللقاء الصحفي عملوا واحد فيديو منطوه، لان في اللقاء الصحفي سالوني على مسلم وقالوا لي كيفاش جاك مسلم في المشكله ديال المشاكل الشخصيه ديالو، بغاو يدخلوني في شي حاجه اللي ماشي ديالي، وانا ما نقدرش ندخل في شي حاجه اللي ما كتعني لي والو، وفي نفس الوقت ما قلتش شي كلمه ديال العيب. يعني كتلقى المضمون، خلاو المضمون ديال الفيديو وعملوا واحد روايه في العنوان باش يجلبوا الناس. عملوا الصوره ديال امل صقر هنايا الزوجه ديالو، والزوجه السابقه عملوا الصوره ديالها حدايا، ومسلم هنايا، وكتبوا صديق مسلم يكشف لنا حقائق صادمه. انا بيدي تصدمت ملي شفت ديك الخبر هذاك. والغريب في الامر ان اش غنقول لكم اخوتي، ان زعما هاد المنابر الاعلاميه خصوصا شوف تيفي بالضبط كيبحث على تكسير العلاقات. يعني العلاقه ديالي ملي شافوا اول مره مع مسلم ان شاء الله خديت النمره ديالو بريفي باش نبقاو في التواصل، ولما لا يكون شي عمل فني مستقبلا. المهم ملي شافوا العلاقه ديالي مع مسلم كذا كذا هرسوها هما، بغاو يكسروا العلاقه ديالي بديك الفيديو هذاك. علاش؟ المهم هذه قصه كيفاش تم الاستغلال ديالي من شوف تيفي، لان من بعد ما دوزت في اللقاء الصحفي وتفاهمنا ان العنوان غادي يكون هو رابور من ذوي الاحتياجات الخاصه يبحث على من يساعده في امور الفنيه، وما جاتهم هذا العنوان هذا شويه ثقيل. لان علاش ملي كتكتب شي عنوان
للناس جذاب، كيكون واخا تكتب العنوان جذاب، انا ما نقولكش ما تكتبش العنوان جذاب، الا كنا غادي نجلبوا الناس بالكرامه والمبادئ، ماشي باش نكذبوا على الناس وتجبد لي مشكل او تهرس العلاقه ديالي مع واحد الفنان اللي انا الريسبي واللي عطاني بزاف، باش يطلع عندك مسلم الخشبه ويقول لك راه كاين في الحفل ديال جائزه افضل رابور. هذا بحد ذاته بقى صوره في ارشيف ديالي، وبحد ذاته كنعتبره نجاح كبير بالنسبه لي في المشوار الفني. ولكن باش تكسروا العلاقه ديالي عيطت لذاك المراسل قلت له حشومه وعيب وعار، زعما الانترفيو عاملين فيه صديق مسلم يكشف لنا حقائق صادمه، دخلتوني في شي مشاكل اللي ماشي ديالي. من ديك اللحظه مسلم ما بقى كيجاوبني، ما بقى كيهضر معايا، لان نورمالمون غيشوف صوره مصغره د واحد فنان طلع عنده صوره فيها امل ساق الزوجه السابقه فيها هو، باش يدخلوا الناس وباش ياتيريو مشاهدات وصافي. من ديك الوقت بغيت نهضر مع مسلم مبقاش كيجاوبني، وما خرجتش زعما في ديك الوقت هذا كنقول مسلم راه ما كيجاوبنيش وراه ماشي مزيان، لا، حيت ما كيعجبنيش نركب على الامواج، وانني واحد الفنان اللي ريسبي انا مسلم كنحترمه بزاف وكنسمع الموسيقى ديالو القديمه والدابه، فنان اللي كنشيد بالاعمال ديالو، وفنان اللي شرف كبير انه واحد النهار جا عندي وقال لي تكمل وتبارك الله عليك، وخصوصا حضور الوالده ديالي والاغاني ديالو اللي كبرت وانا صغير وكنسمع حدا الوالدين ديالي، يعني حدا الوالده ديالي بخصوص، لان الوالد ديالي ما عنديش الله يرحمه. المهم علاش نتوما كصحافه كتبحثوا على باش تكسروا العلاقات دو واحد يعني عاد بدا ولا كذا؟ يعني انا باقي ما خديتش داك حقي من الشهره، وفي ديك الوقت اللي تعرفت على مسلم هرستوا العلاقه ديالي بكونيات دخلوني انا في مشاكل ديالو، انا ما عندي حتى شي علاقه، مع العلم ان ديك الانترفيو هذاك انا ما قلت فيه حتى شي كلمه ديال العيب. وشوف تيفي يعني المنصه الاعلاميه او منبر اعلامي اللي كيبحث على المشاهدات فقط. والحقيقه مثلا غير نعطيكم امثله، مثلا في قضيه ديال الشاب برايا اللي الولد المسكين اللي طاح في البير ومات في البير، كتب له الله يموت احسن موته، يعني موته ديال كيموت شاهد براءه. علاش كتكذبوا على الناس وتقولوا راه الطفل مازال عايش راه كلا وشرب؟ لدرجه الوالده ديالي في ذاك الوقت هذاك كانت كتتبع شوف تيفي، لان علاش شوف تيفي خلات الناس كتكذب على الناس، كتخلي الناس ديما كتشوف واش كاين شي اخبار، لدرجه ديك العائل بقى في العالم، فكيفاش حنا ما غيبقاش فينا؟ لدرجه النيه ديالنا النيه كانت حسنه، كنبقاو في الاربعه د الليل 3 د الليل كنشوفوا الطريقه العمليه د الحفير على ديك العائل واش غيخرج بالروح. السيد راه كان مات، باش نكونوا واقعيين، حنا ماشي في العصر ديال المعجزات، وحنا في 2023 والشعب صافي عاق. يعني يكفي على هذه المنصه او هذا المنبر اعلامي يستحمر في الشعب ويقول لك حنا ولاد الشعب وحنا الصحافه ديال الشعب. الصحافه ديال الشعب هي تنوض تهضر على الشعب، ماشي هي تنوض تستحمر في الشعب. هادشي اللي كاين، الشعب خصو اللي يهضر عليه ماشي اللي يستحمر في الشعب. واللي يعني هما اصلا جبروا هاد الطريقه هذه سلاك، يعني كتجبر جوج مفاهمين كيبقاو يتعايروا مع بعضياتهم كيدخلوا الصرف الشعب ملهي. يعني هادشي اللي كاين. المهم في هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم كيفاش تم استغلال ديالي من طرف شوف تيفي بعد ما شفت دنيا باطمه كيهضروا عليها، يعني تفكرت ليستواغ ديالي وبغيت نشاركها معكم. خليوا لي الاراء ديالكم في الكومونتيرات على هذا الفيديو. ولا اله الا الله، بغينا المنابر الاعلاميه اللي عندها قيمه وعندها محتوى، واللي الهدف ديالها كتنقل اخبار بمصداقيه، ماشي الناس اللي ما عندهم حتى شي علاقه بالصحافه، لان التطبيل اللي كيطبلوا كتلقى فيديو في الشرق العنوان في الغرب باش يجلبوا الناس والمشاهدات. فانا بيدي انا عاودتكم القصه ديالي مع مسلم، وعيت ما نعيط له باش نشرح له هاد النقط هادو ديال انا راه ما قلتش شي كلمه ديال العيب فيه. واذا كنت قلت انا مسلم اذا كان خطا انه يراعي في الاولاد ديالو، يعني انسان بني ادم كامل كيخطا. الا كنت خطيت في هذه النقطه هذه ما قلتش شي كلمه اخرى زعما على مسلم او لا، من الاخر قلت انا حتى شي واحد ما يقدر يدخل في حياه شخص اخر. مشيت على هذه المنصه عندك عدد كبير من المتابعين، لا شيء اكثر ولا اقل، فاذا بهم كيستغلوني النيه ديالي، لان شافوا ليماج مع مسلم في الصاله الفنيه اللي خديت فيها جائزه افضل رابور، فقصوني على مسلم ودخلوني في الحياه الشخصيه في واحد السؤال كيفاش جاك مسلم طلق. مسلم انسان واي بني ادم كيطلق، فامور من الاخر بين الرجل والمراه ما كتقدرش تعرف المشاكل بين الرجل والمراه، وفي نفس الوقت لا يحق لاي شخص الدخول في شخص اخر في الحياه ديالو الشخصيه. وخصوص مسلم تقدر يعني تدخل في الحياه ديالو
من الفنيه. يعني انت كمستمع تقدر تعجبك شي اغنيه مسلم، ما تعجبكش تعطي الراي ديالك في هاد النقط هادو، اما باش تدخل تعطي الراي ديالك في شي حاجه اللي ما كتعنيكش فبالنسبه لي لا علاقه. هادشي اللي كاين. ودخلوني في الحياه ديال السيد، قال لك باللي انا ملي وصلت للدار باش نشوف لقاء الصحفي ديالي عيطت المسلم، قلت له راه انا دوزت في شوف تيفي. دوزت في شوف تيفي لان انا عارف شوف تيفي ديك الوقت هذاك كانت كتركب على امواج ديال مسلم وطيح الصوره ديالو لان هي اللي بينت الزوجه ديالو السابقه وكذا وكذا. قلت نعيط له نقول له راه انا دوزت في المنبر اعلامي ديال شوف تيفي. قال لي الله يوفق كذا عادي، لانه اصلا باقي ما شافش الفيديو ديالي، باقي ما طلعلوش. اذا انا كنقلب على الفيديو ديالي في الانترنت كنقرا فيه العنوان صديق مسلم يكشف لنا حقائق صادمه، انا بيدي صدموني اقسم بالله. علاش؟ كنقول احنا تفاهمنا على العنوان انه غادي يكون فنان من ذوي الاحتياجات الخاصه يسعى الى الدعم الفني والمادي في الامور الفنيه. يعني اي فنان كيطالب الامور الماديه في العالم الفني، لان كاين مخرجين، كاين استوديو، هادشي دا كامل كيدي مصاريف، واذا كنتي بوحدك راه غديك السفينه ثقيله. اما الا كانوا معاك الدعم راه غادي دغيا غتوصل. والناس اللي واصله اغلبيه ديالهم موراهم يعني ايكيب كبيره كتكون وكواليس ومخرجين ومناجر وكذا. انا مشيت كنبحث على هاد الناس هادو، هادشي اللي كاين. وما استغلوا النقطه ديالي انهم شافوني مع مسلم في ديك الوقت وكتبوا صديق مسلم يكشف لنا حقائق صادمه، وانا ما كنحملش بنادم اللي يستغلني. عيطت للمراسل شوف تيفي وقال لي لا، مكتب العام الصحافه تشوف تيفي هي اللي كتقرر العناوين، وما اللي عملوا هذا الخطا ما يمكنش يصحوا، وباقيين ديك العنوان باقيين دابا مدرج في القناه ديالهم. فلا اله الا الله. انا بغيت زعما نوصل الميساج ديالي للمسلم، اتصلت به ما كيجاوبش من ديك الوقت هذاك ندابا، ما ردش شي رساله من عنده وقال لي راه هانيه ولا شي حاجه، وما خرجتش في ديك الفترات هذيك كنقول مسلم ما كيجاوبنيش ولا مسلم ماشي مزيان. بالعكس انا مسلم بالريسبي، ومسلم ديما كنشيد بالاعمال ديالو وكنسمع له للاعمال القديمه ولا الجديده، وعندي علاقه خير معاه. يعني الفنان اللي عطيته شهاده الاعتراف من قلبي، خصوصا حدا الوالده ديالي وبحضور العائله ديالي. فهادشي اللي كاين. ما عرفتش علاش هاد المنصه ديال شوف تيفي علاش الاهتمام ديالها غير الفضائح والاكاذيب والعناوين الكاذبه باش تجلب الناس ومشاهدات. المهم من بعد عدم الرد ديال مسلم قررت انني نتواصل مع الزوجه ديالو الفنانه امل صقر. تواصلت معها وجاوبتني في الانستغرام ديالها، قلت لها بلغ خي محمد بلي انا راه ما درت فيه، ما قلت فيه شي كلمه ديال العيب. يعني مضمون ديال الفيديو هكذا والعنوان هكذا، هما اغلبيه ديال الفيديوهات قسما بالله عندهم العنوان في الشرق والمضمون الفيديو عندهم بدل على العنوان. علاش؟ ان العنوان هو ديما اللي كيجلب الناس للمشاهده. وعملوا صوره مصغره ديال الزوجه ديالو السابقه والزوجه امل صقر وفنان المسلم حدايا في الصوره ديال الصوره المصغره باش يجلبوا الناس. مدخلنيش في شي حاجه اللي ما كتعني لي والو. ومسلم فيها الريسبي معاه بزاف، كنحترمو بزاف، فنان اللي الريسبي بزاف، وفنان اللي عندي صوره اجمل صوره في المشوار ديالي الفني باش يطلع عندي واحد النهار في المنصه ويقول لي كمل حدا الود ديالك والله يوفقك، ونغني معاه لايف مع الناس. فهذا بحد ذاته بقى واحد الصوره في الارشيف ديالي كنفتخر فيها. علاش نتوما دخلتوا باش تكسروا العلاقه ديالي مع الفنان المسلم؟ هذا هو الميساج. ويكفي انني تعلمت نهار اللي هرست العلاقه ديالي مع مسلم، تعلمت باش كنتو شوف تيفي. ودابا ملي شفت كتكذبوا على الناس بدنيا باطمه باش تجلبوا مشاهدات وهي دفعت على راسها، قلت انا غادي نخرج باش نفضحكم نهائيا. وراه الشعب عايق، حنا في 2023 غير كتجلس في القهوه مثلا كتقول له شوف تيفي كيقول لك الخاوه ديك منصه غير كذوب، منصه فضائح والشوهه، يعني اخبار اللي ما عندها حتى شي مصداقيه. وحاشا معاد الله تكونوا صحافه، لان الصحافه الحقيقيه عندها وزن كبير. تهلاو في راسكم اخوتي، اسمحوا لي طولت عليكم. تهلاو في راسكم اخوتي، كنبغيكم بزاف، ان شاء الله الجديد ماشي في الطريق. تهلاو.